السلام عليكم. اهلا بيكم في مطبخ منى محمد. لو نفسك ورق العنب يفضل معاكي طول السنه بنفس اللون الاخضر والطعم الفريش من غير ما يسود او يبوظ، النهارده هقولك على السر اللي يخلي ورق العنب يفضل طازه لشهور وكانه لسه متقطف حالا، وبطريقه سهله ومتجربه ونتيجتها مضمونه 100%. بس قبل ما نبتدي هنسمي بسم الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، ونشوف عملنا ازاي ورق العنب بتاعنا وهنخزنه ازاي ويقعد معاكي بالسنه عمره ما يبوظ ولا يسود معاكي. ورق العنب كتير قوي في الايام دي في السوق، يعني منتشر كتير قوي الايام دي. الحقي هاتليك شويه كده واعمليهم ان شاء الله. لو كل ما تنزلي السوق تجيبي لك حبه كده وتخزنيهم بنفس الطريقه اللي بقولك عليها ومش هتندمي. انا بجيب الورق هنا اخضر كده، تجيبي الورقه الخضراء الفاتحه، ما تجيبيش الغامقه عشان مش بتبقى كويسه وهتسود معاكي في السلق بعد كده، وحتى لو شلتيها في الفريزر برضو هتسود معاكي. تجيبي الورقه الفاتحه اللي هي بتبقى مدوره دي كده، ما تجيبيش الطويله طول. برصهم فوق بعضهم كده على حسب الحجم بقى، الكبير والصغير والوسط. وبعد كده بجيب خيط وابره وبمسك كده كميه معقوله، يعني عملتها فوق بعضها زي ما انتوا شايفين، وبخيطها بالشكل ده كده وبربطها كويس قوي، بس بسيب لها زي فراغ كده يعني، وبتبقى بالشكل ده. لما تغسليه وتيجي تسلقيه بيفضل زي معاكي، ولا بقى هيتبهدل معاكي ولا يتكعبل ولا الكلام ده، يفضل زي ما هو بقوامه ده زي ما احنا عاملينه بالظبط. بجيب بقى هنا عندي ميه كتيرة وبحط فيها شوية خل وبنقع الورق العنب بتاعي، لازم يتغسل وينزل منه التراب اللي بيبقى فيه تماما. انا بستغرب على الناس اللي بتخزنه وهي من غير ما تغسله ولا اي حاجة، وبتقولك اه وقت الاستخدام بغسله، ازاي معرفش. بعد كده بجيب هنا مية تغلي على النار، بعصر فيها ليمونية وبحطها فيها الليمونة زي ما انتوا شفتوا كده، وبنزل بورق العنب يا دوب بس يبدأ يغير لونه. بكون محضرة جنبي مية هنا من الحنفية عادي ساقعة، بطلع ورق العنب من المية المغلية وبنزله في المية الساقعة عشان يوقف عملية التسوية بتاعتي، عشان انا مش عايزاه يستوي اكتر من كده، انا عايزاه دوبك بس يغير لونه فقط لا غير. بقلبه كده على طول، وجنبي في المية بطلعه وفي مصفى، بطلع اللي انا بقى حطيته في المية الساقعة دي بروح حاطاه في مصفى واسيبه لما يتصفى خالص معايا زي ما انتوا شايفين كده. هطلعه من المية الساقعة وهطلع التاني على طول في المية اللي من المية المغلية للمية الساقعة يبرد معايا، واحط بقية الكمية زي ما انتوا شايفين برضو ايه بنفس الشكل كده. هخلص الكمية بتاعتي كلها وهسيبها لما تتصفى تماما ويبرد خالص معايا، وبعد كده هبدأ افرزه بقى في الفريزر. بص انا بوريك المية نضيفة ازاي. هنا كنت خلاص سبته اتصفى خالص وبرد تماما معايا، هبدأ بقى اجيب البلاستيك راب او الاسترتش، هفرده كده عندي على الرخامة، وهجيب بقى لفة من ورق العنب اللي